السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، انا قلت اغير النهارده. رحت اجيب سمك مكاريل، لقيته ايه غالي قوي وجاهز. فانا قلت ليه يعني وانا ما اعملش الجاهز ده، انا هعمل احلى من الجاهز. فجبت كيلو ونص مكاريل، سمك اسمه مكاريل. اهو بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما خلصته ودي عملت شويه سلطه جنب منه، وعملت رز صياديه، يعني رز ببصل. اهو يا حبايبي، بصوا الحلاوة والجمال بقى. أكلة النهاردة قلنا نغير، فقررنا نعمل سمك. أعمله أنا في البيت بدل ما هشتريه مشوي، والله أحلى من بتاع بره. على الأقل أنا عارفة منضفاه ازاي وعاملة ازاي. تيجوا يا قلبي بقى، تعالوا بقى ايه أوريكم عملته ازاي. يلا بينا، يلا بينا. بس النهاردة بقى عايزاكوا شهيصوني بقى. جبت هنا جزراية وبشرتها بالمبشرة بتاعت البصل، وجبت قرنين فلفل، قرن حامي وقرن بارد، وجبت بصلاية قطعت كله وحضرته. وهو السمك اللي انا جايباه نضفته كويس بالليمون والخل وكده. هو السمك المكاريلي ده على فكرة نوعين، في نوع بيبقى زفر جدا، وفي نوع بس انا بصراحة مش عارفة اسمه. هنا بقى ايه، جبت الخلطة بتاعتي كلها واقلبها على بعض. ادينا حطيت الجزر وحطيت الفلفل الاخضر، وبصل وطماطم وتوم والتوابل بتاعتي، طبعا بهارات سمك وملح وكمون. ما بحطش اكتر من كده لان هو السمك ما بيتحطلوش حاجه اكتر من كده. طبعا الشطه انا ما حطيتش شطه عشان خاطر ان ايه، حاطه فلفل اخضر حامي، وفلفل رومي، وشويه خل، وطبعا ليمونتين كده كنت مقطعاهم وقلبتهم برضو على الخلطه بتاعتي، وشويه الخل كده، معلقه خل صغيره. وهقلب بقى ايه الخلطه بتاعتي كويس. اهي الصينيه بتاعتي اللي انا هحط فيها يا حبايبي. معلش النور كان ضارب فيها قوي. هحط شويه زيت عشان ما يلزق السمك، ما يلزقش في الصاج بتاعي. واحط برضو ايه معلقتين زيت برضو على الخلطه بتاعتي. بصوا يا حبايبي، السمك بتاعي بقى احشي بقى ايه، طبعا بحشيه الخلطه اللي انا عملتها معاكم. طبعا بديله بعد فتحات عشان ايه، ياخد من التوابل والحاجه اللي انا حطاها كلها من الخلطه اللي انا عملتها للسمك. بذمتكم كده بقى الجاهز بالطعامه دي ولا بالشكل الجميل دوت؟ ده احنا بنغمس على فكرة، بناكل الخلطة بتاعته اكتر من السمك من طعامتها. بصوا هنا يا حبايبي بقى بعد ما استوى سخن، مش عارفة اطلعه بصراحة. بصوا السمكة مستوية من جواها ازاي.
اهو يا حبايبي، ما تنسوش تجربوها ومش هتندموا. بجد أكلة جميلة جدا، أكلة حلوة كده وتفتح النفس. جنب منها بقى الرز الصيادية ورز البصل، أنا بقول عليه رز البصل والناس بتقول عليه رز الصيادية، اسمه بقى أي اسم. اهو يا حبايبي، ما تنسوش بقى تجربوه، ويا ريت تبعتوا وتقولولي اللي جربوا يقولي ايه رأيكم في اللي انا عملته. اهو يا حبيبي، وما تنسوش بقى واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها، وما تنسوش اللايكات الجميلة بتاعتكم. اقول لكم مع الف سلامة حبايبي، وفي حفظ الله.